هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وغريب ومحدش واخد باله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم آيات تخص خلقنا كبشر، وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، سورة الأعراف آية 11. وركزوا في خلقناكم ثم صورناكم، المخاطب في هذه الآية نحن البشر بني آدم. خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم أي الأرواح وهي من أمر الله، ثم صورناكم في شكل بشر، إنسان من بني آدم، من ظهور آبائنا من أصل آدم، من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يكون في هيئة إنسان في صورة بشر. الله سبحانه وتعالى خلق اللوح المحفوظ وبه كل شيء يدور إلى قيام الساعة، ونحن خلقنا ثم صورنا في هيئة صور، والصورة هي النسخة المصورة للشيء، والتصوير هو إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ. ونحن صور كما هو في اللوح المحفوظ، من جسد، من ذرية آدم، من روح، من أمر الله، من نفس واحدة، من قرين، من طاقة. ثم خلقنا ثم شهدنا على أنفسنا أن الله ربنا، حيث قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صورناكم لتكونوا في الأرض بعد أن كنا في السماء مع آدم وقت الخلق، وهو الله الخالق البارئ المصور. فنحن كنا في السماء، وأرواحنا تصعد السماء كل يوم عند الموتة الصغرى، عند الموت، عند النوم، حيث قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، سورة المؤمنون آية 115. وترجعون أي إنكم كنتم موجودون وخرجتم وسوف ترجعون. ولقد ذكرت الآيات الكريمة في القرآن الكريم، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة آدم وعدم سجود إبليس له في 7 مواضع في القرآن الكريم: سورتي البقرة والأعراف، وسورتي الحجر وبني إسرائيل، وسورتي الكهف وطه، وسورة صاد. وأخيرا قال الله تعالى في خلقنا: خلقناكم من نفس واحدة، خلقناكم أزواجا، خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم طبقات، خلقناكم فوق بعض درجات، خلقناكم في أحسن تقويم. هذا والله تعالى أعلم.